في البداية كده لو ما اتفرجتش على الجزئين اللي فاتوا انصحك تشوفهم الاول وبعد كده تشوف الجزء ده، وده عشان ترتيب الاحداث، وكمان عشان هنبتدي الجزء ده عند اخر حاجة احنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. يلا بينا. لو تفتكر اخر حاجة اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت هي مخطوطة رند واهميتها، ودلوقتي هنتكلم عن الاكتشافات المثيرة للاهتمام واللي لقوها في مدينة اواريس، وزي ما قلنا انها كانت عاصمة للهكسوس، واللي أجمعوا علماء المصريات والتاريخ إن مكان أواريس هي محافظة الشرقية في وقتنا الحالي. واتقال إن أول عملية حفر وتنقيب تمت في منطقة تل الضبعة كان سنة 1885 على إيد إدوارد نافيل السويسري الجنسية، وفضلت أعمال الحفر والتنقيب بشكل ممنهج ومستمر. واتقال إن بنسبة 70% من البعثات اللي كانت بتيجي مصر كانوا صهاينة. بس من بداية الستينات بدأت الحكومة المصرية بمنع صدور أي تصاريح لبعثات معاها جوازات سفر إسرائيلية، وعشان اليهود كانوا عارفين سبب الرفض فاستعانوا بالمعهد النمساوي للآثار ومعهد المصريات لجامعة فيينا وكتير من المعاهد الأجنبية، واختار البروفيسور الصهيوني منفريد بيتاك كرئيس للبعثة النمساوية سنة 2000، اللي هو ناس جاية من أوروبا فيعدوا عادي على أساس معرفتكش أنا كده. المهم ان الاكتشافات العادية اللي لقوها هي الأواني الفخارية والمقابر وألواح طينية صلبة، وغير كمان هياكل الأحصنة اللي كانت مدفونة مع أصحابها، وده كان بيدل على حبهم الشديد للأحصنة، ده غير استخدامهم للأحصنة في الحروب، ودي كانت حاجة جديدة على المصريين في الوقت ده. بس الغريب بقى انهم لقوا أعداد كتيرة للجزء الخلفي من الماشية موجودة صحيحة زي ما هي. ايه حكاية بقى الحوار ده؟ تعال أقولك. عند اليهود طريقة ذبح مختلفة شوية اسمها كشروت أو كوشر، ودي تسمية عامة للأكل الحلال، والجزء الخلفي ده متحرم عندهم وبيسموها طريفة. يعني لو الأكل حلال يبقى كوشر، ولو الأكل حرام يبقى طريفة. والكلام ده مكتوب عندهم في سفر اللاوين وفي الشريعة الشفوية زي المشناه والتلمود، ومذكور كمان في كتب الحاخامات. طب ايه أصله الكلام ده؟ هقولك ان الموضوع ده بيرجع لسيدنا يعقوب عليه السلام. في تفسير ابن كثير قال ابن عباس ان سيدنا يعقوب اتصاب بعرق النسا، فالدكاترة نصحوه انه ما ياكلش لحم الابل، فراح سيدنا يعقوب حرم اكل الابل على نفسه، وما وقفش على كده، تحرم كمان على نفسه انه ما ياكلش الجزء اللي فيه عرق النسا من اي ذبيحة. فبني اسرائيل لما عرفوا الحكاية دي راحوا محرمين على نفسهم هم كمان انهم ما ياكلوش الجزء الخلفي من اي ذبيحة، وبقت سنة عندهم. وده يبقى تفسير الآية 93 من سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. نرجع لبقية الاكتشافات واللي كانت منها قصر الملك الريان، وده الملك اللي عاصر سيدنا يوسف عليه السلام. طبعا كلنا عارفين قصة سيدنا يوسف من أول الرؤية اللي شافها لغاية لما بقى عزيز مصر، وده كله مذكور في القرآن وكمان في التوراة، حتى ما فيش اختلاف إلا في بعض التفاصيل، بس النتيجة في الآخر واحدة. بس في كذا تفصيل هتقاله في التوراة وده اللي أنا هقف عنده شوية. أولهم وهي حقد وكراهية إخوات سيدنا يوسف، والسبب اللي مكتوب في سفر التكوين إن سيدنا يعقوب خلف سيدنا يوسف وهو شيخ كبير، وغير حبه الشديد لسيدنا يوسف سيدنا يعقوب عمل لسيدنا يوسف قميص ملون، فاخواته غاروا منه وبقى متغاظين. الحاجة التانية وهي الرؤية. احنا عندنا في القرآن ان سيدنا يوسف اول لما شاف الرؤية راح قال لسيدنا يعقوب، وسيدنا يعقوب حذره انه ما يقولش اللي شافه لاخواته. انما في التوراة مكتوب ان سيدنا يوسف راح قال لاخواته وسيدنا يعقوب وبخه، وبدأ اخواته في تدبير المكائد لسيدنا يوسف وهي انهم يقتلوه. بس في سفر التكوين مكتوب ان راؤوبين وده اخ من اخوات سيدنا يوسف رفض فكرة القتل، واقترح عليهم انهم يرموه ببير فاضي ما كانش فيه ميه، وفعلا رموه واخدوا منه القميص الملون وحطوا على القميص ده دم، قال يعني الذئب كده قتله. الحاجه الثالثه وهي القافله التجاريه اللي عدت على سيدنا يوسف وهو في البير، فاخدوه وباعوه بثمن قليل زي ما مذكور في القران، وبيقال ان القافله التجاريه اللي كانت معديه دي يبقى اسمهم المديانون، واللي بيرجع نسلهم لمديان ابن سيدنا ابراهيم عليه السلام، والكلام ده قاله ابن جرير الطبري في كتاب تاريخ الامم والملوك. الحاجه الرابعه وهي لما سيدنا يوسف اتحبس كان معاه 2 في السجن، واتقال في التوراة ان كان فيهم امر على الملك الريان بن الوليد بانهم يموتوه مسموم، واصابع الاتهام اتوجهت لساقي الملك وخباز الملك، ودول اللي اتحبسوا مع سيدنا يوسف. وبيقول دكتور محمد راشد حماد في كتاب ملوك مصر القديمة ان المحققين طلعوا ساقي الملك براءة واعدموا خباز الملك. وتمر الايام والملك الريان يشوف الحلم،
ويطلب من حاشيته تفسير الحلم. وكانت الإجابة في الآية 44 من سورة يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. صدق الله العظيم. فساق الملك افتكر الراجل اللي كان معاه في السجن وفسر له الحلم، وهو طبعا سيدنا يوسف، وعرض على الملك انه يخلي سيدنا يوسف يفسر له الحلم. وده دليل قاطع ان الملك وحاشيته ما كانوش مصريين، لان المصريين مشهورين بتفسير الاحلام. هتقولي طب ما سيدنا يوسف مش مصري. هقول لك يا باشا، سيدنا يوسف يبقى نبي، ابن نبي، ابن نبي. المهم سيدنا يوسف فسر الحلم للملك وطلب منه انه يكون مسؤول على خزائن الارض زي ما مذكور في القرآن. وزي ما قال ابن خلدون ان الملك عزل اطفير العزيز وعين سيدنا يوسف بانه يكون عزيز مصر، وده يبان ان العزيز ده لقب زي الوزير كده. وسيدنا يوسف ساعتها كان عنده 30 سنة، وبعدها مات أطفير وسيدنا يوسف اتجوز السيدة زليخة. المهم سيدنا يوسف بدأ في تجهيز البلد من زراعة وصناعة مجاري مائية وتخزين للمحاصيل الزراعية وكله استعداد للمجاعة. والكاتب بيقول إن سيدنا يوسف اختار الفيوم بالوحي والهندسة وقام بحفر المجاري المائية، وإنه أول ما نستخدم المقاييس بالنيل، وإن في أماكن كتيرة متسمية على اسم سيدنا يوسف زي بحر يوسف ومركز الصديق يوسف. ده غير إنه استخدم بحيرة قارون كخزان لمياه الفيضان، وإن تم تسمية وادي الريان بالفيوم نسبة إلى الملك الريان بن الوليد. واللي كان متوقع حصل، وبدأ الجفاف، وبالتبعية بدأ الجوع، وبقى في مجاعة في كل المناطق والمناطق المجاورة، واللي وصلت لغاية سوريا. وزي ما اتقال في سفر التكوين: وابتدأت 7 سنين جوع تأتي كما قال يوسف، فكان جوع في جميع البلدان، وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز. وفي مقطع تاني من نفس سفر التكوين بيقول: ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز، قال فرعون لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوه. وكان الجوع على كل وجه الأرض، وفتح يوسف جميع ما فيه من طعام وباع للمصريين، واشتد الجوع في أرض مصر. وفي مقطع ثالث: فلما رأى يعقوب أن يوجد قمح في مصر، قال يعقوب لبنيه: لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ وقال: إني قد سمعت أن يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. فنزل 10 من إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر. مكتوب في سفر التكوين ان 10 بس هم اللي نزلوا مصر. احنا عارفين ان سيدنا يعقوب مخلف 12، منهم 10 نزلوا، وسيدنا يوسف يبقى كده 11. حد يعرف مين ال 12؟ المهم ابناء سيدنا يعقوب نفذوا الامر ونزلوا فعلا مصر، وزي ما ذكر في القرآن ان سيدنا يوسف عرفهم واخواته ما عرفوش، وما كانوش متخيلين ان اخوهم يكون في المنصب ده. المهم عشان ما اطولش عليك قول طول، سيدنا يعقوب والاسباط جم مصر وكان عددهم 70، وعايزين نحفظ الرقم ده كويس عشان هنحتاجه في الاجزاء الجايه ان شاء الله. والمسعودي قال انهم قعدوا في مصر 210 سنه. المهم سيدنا يوسف استقبل سيدنا يعقوب واخواته واداهم ارض جسان، واللي مكانها دلوقتي في محافظه الشرقيه، وتحديدا زي ما قال ابن خلدون ان الارض دي بين الزقازيق وبالبيس، ودي منطقه خصبه جدا وفيها كتير من المرعى، وبني اسرائيل سكنوا الارض طول مده بقائهم في مصر. وتمر الايام ويتوفى سيدنا يعقوب، وكانت وصيته ان يدفن في فلسطين مع سيدنا ابراهيم. ومن بعده توفى سيدنا يوسف، وكانت وصيته برضه انه يدفن في فلسطين مع سيدنا يعقوب وسيدنا ابراهيم. بس الناس وكبار الدوله من الهكسوس رفضوا، وكان هيحصل قتال بين بني اسرائيل والشعب، وده طبعا لسيرة سيدنا يوسف الطيبة وحبا فيه وانه انقذهم من المجاعة. المهم اتفقوا ان يدفن تحت احد قنوات النيل على اعتقاد ان النيل ما يحصلوش جفاف، وعملوا صندوق من رخام المرمر وحطوا فيه سيدنا يوسف، وحطوا الصندوق جوه صندوق تاني من المعدن وسدوه بالرصاص، وربطوا الصندوق بالسلاسل في قاع النهر. بس فيما بعد سيدنا موسى وهارون وهم خارجين من مصر خرجوا الصندوق معاهم وطلعوا بيه على فلسطين، وده طبعا تنفيذا للوصية. ده غير ان سيدنا يوسف كان موصي ان اخوه الكبير يهوذا يكون ملك على قبيلة بني اسرائيل من بعده، وده اللي هنكمله في الجزء الجاي ان شاء الله. لو استفدت حاجة عرفني، ولو ما استفدتش برضه عرفني. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.